سعداويكا سعداويكا جاي لك يا ويكا. ولد خش جوه. انا مش عارف اعمل ايه في الواد الشقي ده. كان فيه واد ايه؟ كان في واد شقي 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 اما عندنا شويه شغل اليومين دول يا عم مخلوف. الله يكون في عونك. الحتت كتير عندكم اليومين دول ولا؟ الحمد لله خير ربنا كتير يا عم مخلوف. اول امبارح بس ده في الالف، اللهم صل على النبي. حاكم ما يحسدش المال الا صاحبه. يعني الجو رايق يا ولا؟ قوي يا عم مخلوف قوي، رايق عالي العال. الحرب شغاله على ودنه، والميتين الحمد لله على قفا مين يشيل. وكل اللي بيموتوا هنا دول يا ولا مسلمين؟ ادي احنا بندفن هندوه وانجليز وكله وربك رازقها بالحق. انا جايب لك علبه بلوبيف هتاكل صوابعك وراها. اللي انت دقت ولا؟ امال مفيش ألذ من كده. صحيح دي لحمه زي اللحمه اللي بناكلها؟ امال دي لحمه ضاني انما مملكه. ضاني ايه يا اخويا؟ ده الناس بيقولوا ان البلوبيف ده لحم بقر. يا ما صدقهمش. الواد الصاجن هو اللي مفهمني على كل حاجه. خد هات يا عبد المقصود، فيك الخير يا واد. العلبه دي بقى تسند قلبي. تعرف يا عم مخلوف، انا قدامي شغلانه كده لو صحت هخلي البلوبيف يبقى في بقك زي اللبانه. ايه يا عبد المقصود، في حرب تانية هتقوم؟ حرب ايه وبتاع ايه يا عم مخلوف؟ انا بيني وبينك عاوز اتأهل من غير مؤاخذة. يا خساره يا عبد المقصود، العيال الخدامين كلهم هربوا. البنات اشتغلوا رقصات والرجاله اشتغلوا في الكامب. البنات كان فيهم واحده تنفعك بصحيح مفيش غيرها، بنت محاسن. يا شيخ بلا محاسن بلا غم، انا دلوقتي راجل الفي ومبسوط يا عم مخلوف، وعاوز ارتاح بقى. عاوز ارجع الدنيا تاني، وعاوز اتجوز بنت من بتوع اليومين دول تكون عيله صغيره وألا فرانكا كده؟ طب استنى وانا ادور لك على واحده. الواحده موجوده. وايه اللي حايشك ما تتجوز؟ عاوزك انت تكلمه. مين هو ده اللي هكلمه اخويا؟ ابوها. ابوها؟ ومين ابوها؟ المعلم قط. المعلم قط؟ لو انت عاوز تتجوز البت رتيبه؟ هي بعينها. بس ده عيله يا ولد. ما بقاش في عيال، الوقت الناس فتحت. اي بنت مفعوصه دلوقتي بتعرف اكتر من 6 عجوزه من بتوع زمان. انت بس تتكلم ولك الحلاوه. ايه اذا كان على قط بكلم؟ بس ده اللي انا عاوزه منك، وهدفع المهر اللي يقولوا عليه، واسكنها في عماره وهحطها في عيني وعلى راسي من فوق. بس انا عاوز تجيب لي خبر بكره. بكره على طول كده؟ ايوه خير البر عاجله. طب شوف لي معاك جنيه بقى موقت كده. مش بس لما تتكلم. ليه دي ما تجيب جنيه؟ مش ربنا فاتحها في وشك والحرب شغاله على ودنه والحيتت على قفا من يشيل؟ يه طب خد. بس الشطاره تجيب لي خبر بكره، لابد عن انك تجيب لي خبر بكره. باي باي. الناس اتجننت يا اخويا، حصل لهم هفه. قال الشيخ عبد المقصود التربي عاوز يتجوز بنت قط. ده انا خايف اكلمه في الحكايه دي، ده لو سمع هيفتح كرشه. لكن انا مالي، يتجوز يفتح كرشه، جاتهم الغام. عم مخلوف، عم مخلوف، انت بتحدد نفسك؟ عاوز ايه يا واد انت يا سنكوع؟ اني سنكوع يا عم مخلوف؟ ده انا غفير ماخ، اكل واشرب اخد 60 فضه في اليوم. كل واشرب اخد 60 فضه في اليوم؟ قال يعني بيشرب عرقي، مش بتشرب من الجردل؟ ايوه بشرب بالجردل، وماله الجردل؟ نعمه من نعم الله. طيب يا فالح، ربنا يزيدك من نعمه. خد اهدي. خد اشرب زجتك الغام. ايه ده والنبي يا عم مخلوف؟ دوا دي؟ ايوه دواء دواء. صحيح يا عم مخلوف. قلت لك ايوه اشرب. واسمه ايه الدوا دي؟ اسمه براندي. ما سمعتش عن دواء اسمه براندي؟ ايوه سمعت. ده انا في بلدنا كنت اروح المستشفى كل يوم جمعه اجيب منه، لكن ينفع لحالتي يا عم مخلوف؟ عندك ايه؟ عندي دود في بطني. بس ينفع قوي، اربع.
طب ايه؟ يا خبر اسود، ده بيشحط في الزور يا عم مخلوف. بيشعط؟ اسمه بيشعط يا ابن العبيطة. خد كمان، خد اشرب. اشرب تاني؟ ايوه اشرب. ها يا خبر. اقول لك حاجه يا عم مخلوف؟ هتقول ايه جاتك الغام؟ انت حواليك قواله. والنبي اقول لك حاجه يا عم مخلوف. هتقول ايه واه؟ اقول يعني ما تقول جاتك خبط في دماغك، صحيح انك ملحوس في عقلك. واحده ست الافرانكا سنيوره بحق وحقيق جت هنا وسالت عليك. هو ده اللي هتقوله يا فالح؟ ما تستنى امال، وادتني ربع جنيه وقالت لي لما يجي عمك مخلوف اديله الجواب ده وقول له محاسن جت سالت عليك. طب وحدوه. كان فيه واد ايه؟ كان فيه واد شقي 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 ايه رايك بقى يا ابن عباني في ايه يا عم مخلوف؟ في جواب محاسن؟ يفتح الله يا عم. ايه هو اللي يفتح الله؟ بقول لك رايك ايه تقول لي يفتح الله؟ ما هو احنا مش شحاتين يا عم مخلوف، احنا فقرا صحيح، لكن احنا مش مستعدين نشحت. ومن مين؟ من محاسن بنت ابراهيم. طب والله يا واد يا عباني انها طلعت بنت اصل. ايوه بنت اصل قوي. بقى يعني مش كتر خيرها، عاوزه تدفع 20 جنيه تعيش بيهم انت وسعديه لحد ربنا ما يفرجها. اذنبت يعني معانا. يا عم مخلوف، يا عم مخلوف، انت راجل شريف طول عمرك وطيب، وفي الاخر جاي تنصحني اخد من محسن ست سوسو 20 جنيه كل شهر اكل بيهم انا ومراتي؟ والنبي لما يكونوا 2000 جنيه ليه؟ وانا مش راجل؟ انت حر بقى يا ابن عباني، عقلك في راسك تعرف خلاصك، غيرش انا يعني قلبي عليك. معلش يا عم مخلوف، هي بتتدبر. هتتدبر ازاي بس لو انت هتفضل عايش طول عمرك في دكاني؟ مش عيب عليك يا اخي؟ عروسه جديده زي دي تقعدها في دكان؟ هي طول عمرها في الهام ده يا عم مخلوف، واخده عنهم في الدكاكين والمطابخ وتحت السلم. اهي دي عيشتنا، تستحمل كنبها، ما تستحملش تبقى تروح في 60 داهيه. بقى ده اسمه كلام ده؟ امال هي اتجوزتك ليه؟ مش عشان تنقلها نقله لفوق؟ طب ما كانت فضلت في الهم اللي هي كانت فيه. اسمع بقى يا عم مخلوف، اذا ما كنتش عايزنا نقعد في دكانتك احنا هنمشي. اما انت هتقولني كلام ما قلتوش. ايوه انت ما قلتوش، لكن باين انك عايز تقوله. والله عال، بقيت فليسون يا اباني. ما هي الصراحه ما فيش احسن منها يا عم مخلوف. وعلى العموم من النهارده مش هتشوف وشنا تاني في الدكان. سلام عليكم. شوف يا اخويا الواد المجنون، تعال خد يا ولا واد يا اباني يا اباني. يا سلام يا جدعان على القعدة دلوقتي في الأمراية على حرف الترعة في بلدنا، وربنا دي قاعدة تسوى ممالك. يعني كورنيش اسكندريه يا خي. أجدع من كورنيش اسكندرية. طب عليا النعمة أنا ما شفت يوم عز من بعد ما سبت بلدنا. بقى بلدكو ولا مصر يا قطب؟ بلدنا طبعا. بذمتك انت بتتكلم جد؟ طبعا جد، على الأقل في بلدنا كل واحد معروف أصله وفصله، لكن هنا مولد يابا، أحمد زي الحاج أحمد. بقى هنا يا قطب، هنا النور وشارع الاسفلت والعيش السخن والفول المدمس، ومش عاجبك؟ طب يغرك الكلام ده؟ عليا النعمة دي بلد جاحدة، اللي يموت فيها ما يلاقيش اللي يشيله. انت عارف يا قطب مأساتك ايه بالظبط؟ وانا كل ما اكلمك تقول لي مؤاساة مؤاساة، ما تبطل الناحة وده لا تروما. انا بكلمك جد يا قطب. مأساتك الحقيقية انك انت لا فلاح صحيح ولا ابن بلد بحق وحقيقة، انت نصك فلاح ونصك ابن بلد. ليه شايفني ده عصافير على صداغي؟ مش لازم تدق عصافير يا معلم قطب عشان اعرف انك فلاح. طب ما جميع العالم اللي في مصر دي فلاحين. ايوه صحيح، لكن اغلبهم استقر خلاص، الواحد فيهم ساب بلده وقلع الدولي. انما انت سبت بلدك بقى وروحك فيها، وعايش في مصر وعقلك في المنوفيه. والنبي تبطل فلفاسه وتتلقح، قوم لاغي الواد الافريقي اللي هناك ده وهاته هنا يقعد معانا. هو فين الافريقي ده؟ واقف عنده كام مخلوف اهو، ده حتى مش لوحده، ده معاه 2 كمان. طب انت عايزهم تعمل بيهم ايه دول؟ نسقيهم شاي ونهبر منهم حاجه كده. طيب يا سيدي. Come here, please. Good night. Good night. Sit down. قول Thank لهم you. المعلم قطب مبسوط منكم قوي. حاضر. مستر كوت, glad to see you. ثانك يو. وادي اللي مستر قطب،
بقول لك كلهم معلم قطب، انت شايفني خواجه؟ ما هو مفيش في الانجليزي حاجه اسمها المعلم، الله، في مستر وبس. مفيش ازاي، في ونص. اوعى انت كده اما اتكلم انا. كلم اخويا. سائل جمال افريقي. What do you say? رده حلو تشربوا شاي بقى من غير مؤاخذه. What? تي Yay! Thank you. يشربوا يا معلم قطب. طب اخطف رجلك، هات لنا 3 شاي من القهوه، ليلتنا فل، واللي خلقك مخابط منهم اقل من 3 جنيه. حاضر. قطب، إيه؟ اجيب 3 بس ولا نشرب احنا كمان؟ لا 3 بس يا حدق، لما نقبض نبقى نطلب احنا كمان. والله ده باين ليلتك سودا وهيقبضوا عليك انت يا اخي. مرحب افريقي، احنا ناس جدعان ونحب الناس الجدعان اللي زيكم. افريقيا وجيزه سوا سوا، وربنا يتمم بخير ان شاء الله. الله، امال فين الشاي اهو؟ جاي ورايا اهو. الشاي اهو يا معلم قطب. ادي الافريقي هذا قرد. الشاي اهو، ودي انت اللي على كيفك. اتفضل يا افريقي. Oh, thank you. لما يشربوا قول لهم 3 جنيه. كل واحد يا قطب ولا هم التلاتة؟ انت تقول 3 جنيه كتم كده ونشوف ميتهم، ان دفعوا يبقى كل واحد 3، وان عصلاجوا يبقى هم التلاتة 3 جنيه زي بعض. طب اسمع بقى قطب، قول لهم انت بقى، انا مش هقول يا عم. Thank you. بالهنا والشفا. Goodbye. 3 جنيه من غير مؤاخذة. Thank you. ايوه 3 جنيه، ما تقول لهم يا باجم انت. الله. حاضر. 3 باوند بليز. Why? بيقولوا ليه يا قطب؟ ليه؟ حق الشاي. فور ذا تي. 3 pounds. We have no money. يبقى معهمش فلوس يا معلم قطب. ما معهمش فلوس؟ حلوة قوي دي. امال بيشربوا شاي ليه؟ اسمع افريقي، 3 جنيه يعني 3 جنيه. الله، دول ماشيين. طب واللي خلق الخلق؟ الله، ده انا هصور قتيل اللي لاقي. يا راجل اعقل، ما تبقاش مجنون يا قطب. هو مين ده واللي خلق الخلق اللي هيكون ملبسهم الكرسي القش ده؟ خد يا افريقي. هي يغمى ولاد الهرمه يشربوا شاي وكلفوا. طب الحقوني يا ده ابن يا عبدو، الحقوني. انا بعتلك علشان حاجه مهمه، بس فتحي ودانك واسمعيني كويس. انا سامعاك اهو يا ست. ييه، انا مش ستك يا بت ولا حاجه. الله، جرى ايه؟ انا محاسن بتاعت زمان، نسيتي ولا ايه؟ كلمه بقى وخدت عليها. طب اسمعيني. نعم ايه؟ عجباكي عيشه الذل مع اباني؟ هنعمل ايه يا محاسن، اهي اسمتنا كده بقى. مفيش حاجه اسمها اسمتنا كده، احنا نغير اسمتنا. هنغيرها ازاي بس يا محاسن؟ اسمعي يا بت، انا معايا قرشين كويسين وفهمت اصول الصنعه، وواقعه مع زوزو صاحبه الكباريه اللي انا فيه، وهفتح كباريه لوحدي. وعايزه حد يقف جنبي يا بت، او النبي مفيش حد يقدر يفهمني ويقف جنبي الا انت اللي فهماني وعارفاني وتستحمليني كويس. عايزاني اعمل ايه بس يا محاسن؟ بس وافقي انتي وانا هخليكي تاكلي كراميلا وملبس على طول. طب واباني؟ اباني ايه ده يا شيخه؟ ما يهمكيش من اباني ولا غيره، وافقي انتي بس وتعالي معايا. طب مش تستني بس لما اقول لاباني؟ يا سلام يا سعديه، ما توقفينيش جنبك كده في الشارع. الله، العربيه واقفه مستنيانا وسادة السكه. اطلعي يلا معايا وبعدين نبقى نتفاهم. بس يعني ما أنا بسش ولا حاجه، اطلعي يا شيخي. انا عارفه انتي هتفضلي خايبه كده لامتى. شارع سليمان باشا يا قصدي. حاضر يا فندم. عايز ايه يا عبدو افتح. لف ايه اللي جابك هنا؟ الحق يا عبدو، انا قلت لك مش عايز اشوف وشك، مش عايز لسانك يخاطب لساني. ايه اللي جابك يا ريزل؟ يا عبدو فوق بقى واسمعني، ده مش وقت الكلام الفارغ ده. عايز تقول ايه تاني؟ انت مش خدت حقك من الشاي خلاص؟ شاي ايه وبتاع ايه يا اخي؟ يا عبدو تعالى معايا، تعالى، احسن ده شارع مقلوب. ليه يعني؟ المعلم قطب ماله؟ بيتخانق. ما يتخانق، وانا مالي ومال قطب؟ ده قطب بيتخانق مع جماعه افريكان. وانا مالي والنبي تتهوى بقى، انا مش فاضيلك، عايز اسمع. انام. عبدو اسمع،
الحكايه مش بسيطه زي ما انت فاهم، دي هتتطربق على دماغنا كلنا. ليه يعني؟ هو حصل جنايه؟ اكتر. قطب مات. ولا مات ولا حاجه. طب ده حكايته ماليه البلد كلها، والعالم كلها بتقول ده مات. ما انا سمعت الخبر امبارح من الواد عبد والواد سعداوي. لكن انت شفته بنفسك قبل الاسعاف ما تشيله؟ انا كنت واخده على صدري. كان فيه الروح؟ كان كويس قوي وبيتكلم وكل حاجه. امال الاسعاف شالته ليه؟ ما هم ضربوه بالمطوه في بطنه، وجات له مطوه تاني في فخده وراسه اتفتحت. هما بيني وبينك ضحضحوه، وهو اللي غلطان يا شيخ عبد المقصود. لكن يعني حالته خطره قوي. انت كلمته على الحكايه اللي قلت لك عليها ولا لا؟ حكايه ايه؟ سبحان الله، الحكايه اللي كلمتك فيها ولهفت مني جنيه في ساعتها، حكايه رتيبه بنت قطب. والله نسيت يا شيخ عبد المقصود. والعمل ايه دلوقتي؟ نروح نزوره في المستشفى انا وانت، واللي لقينا حالته كويسه نكلمه. طب قوم بينا دلوقتي. لا دلوقتي لا، صبرك علينا شويه. امال امتى يعني؟ اصبر كام يوم كده لحد ما يتحسن شويه. طيب يا مخلوف، هفوت عليك بعد يومين ونروح انا وانت، بس لازم تكلمه. شفت يا عبد اللي حصل؟ البت سعدية راحت اشتغلت مع البت محاسن. لا حق، بنت جدع. بتقول جدع يا عبدو؟ معلوم جدع، مش احسن من القرف اللي كانت عايشه فيه. هي العيشه الشريفه اسمها قرف يا عبدو؟ يا عم بقى ما تدوشوش دماغنا. الله، انا عارف انت والسعداوي طالعين حنبليه ليه؟ ما العالم كلها بتشتغل في الجيش الانجليزي وبتسترزق. اللي عامل جدع فيكم وعايز يقعد مراته في البيت يشتغل هو. عم عبد. يا نعمين. مساء الخير. يسعد مساكي. اي خدمه؟ ابويا بيسلم عليك وبيقول لك عاوزين 2 جنيه. ابوكي؟ انت بنت مين يا شاطره؟ انا رتيبه بنت المعلم قط. ما شاء الله ما شاء الله، رتيبه. الله، كبرت كده ليه يا رتيبه؟ سبحان المصور. ان ما كانش معاك دلوقتي معلش يا استعان. ما معيش ازاي؟ ما كانش معايا. لا ده عشان عيونك انت تخلق. يا ميت صلاة النبي. انت بتبصلي كده ليه يا عم عبد؟ بستغرب. مش مصدق نفسي. الله، مش مصدق انك رتيبه بنت قط. ده انت كنت عيله مفعوصه من سنتين. يا سلام، سبحان المصور. طب والنبي تديني الفلوس احسن امي مستنياني في البيت. خد يا ستي 5 جنيه اهي، 2 جنيه لامك والباقي علشان عيونك انت يا جميل. اعمل بيهم ايه دول يا عم عبد؟ تعملي بيهم ايه؟ الله، تعملي بيهم ايه ازاي؟ تصرفيهم يا عبيطه. الله، ده اللي زيك يصرف دهب. كتر الف خيرك يا عم عبد. على ايه؟ احنا عملنا حاجه؟ اسمعي يا رتيبه، طول ما ابوكي في المستشفى انا ابوكي. اي حاجه تحتاجيها تطلبيها مني على طول. ما تخليش في نفسك حاجه ابدا، وتخليني اشوفك كل يوم. حاضر يا عم عبد. بلاش عم عبده دي بقى، قولي لي يا اسطى عبده. مع السلامه انت بقى. فوتك بعافيه يا اسطى عبد. يا حلاوه، يا ميت حلاوه، يا صلاه النبي. شفت البت عامله ازاي؟ جسم ايه وكسم ايه، سبحان المصور. مش دي رتيبه بنت المعلم قط؟ هي بعينها تصدق؟ ما انتش خايف من قط؟ الله، وانا عملت ايه؟ يا راجل حرام عليك. الله، بنت واحد صاحبك وقد عيال. جريها دي ابان. يلا انت ما تجيش دكانت تاني مره. يعني جنينه الأرمان يا خايف؟ جنينه الأرمان ولا جنينه الحيوانات، هي ما تجيش هنا وبس. اتفضل يلا من هنا يلا. طب يا عبد النبي اقول له قط بيكسر دماغ. والله يا ست محاسن، اللي على رأي المثل علمناهم الشحاتة سبقونا على الابواب. ايه لازمة الكلام ده دلوقتي؟ ايه بقى حكاية الكباريه الجديد اللي انت ناوية تفتحيه ده؟ طب وفريد ايه، عملت جريمة؟ طبعا جريمة. لما تحاولي تخربي بيتي تبقى دي ايه، مش جريمة؟ طب ولما افتح كباريه هيتخرب بيتك ليه؟ انت ايه ما انتيش واثقة من نفسك؟ انت فاهمة ان انا خايفة منك يعني. اسمعي يا شاطرة، الانجليز بيسموني كوين اوف نايت، يعني ملكة الليل يا بت. لكن انا بتكلم على حاجة تانية. ايه هي الحاجة التانية دي؟ لما بت انا جايباها من الشارع وعملتها ست هانم تحاول من ورايا اغراء البنات اللي بيشتغلوا عندي عشان يسيبوا الكباريه ويروحوا يشتغلوا معاها، تبقى دي ايه؟ حاجة يتسكت عليها؟ فهمتي ليه بقى بكلمك يا ست محاسن؟ والله انا مش فاهمة حاجة يا زوزو. لا انا ما اسميش زوزو، انا اسمي المدام، وانت هتفضلي تقولي لي يا مدام طول ما انت بتشتغلي هنا.
كده. طب وبعدين يا مدام؟ الحال بتاعك ده انا مش هسكت لك عليه ابدا. انا عارفه كل حركاتك. ما تفتكريش ان انا نايمه على وداني. السوق اللي احنا بنشتغل فيه ما عندوش رحمه ولا عنده شفقه. اذا حاولتي انك تنفذي مشروعك ده يا محاسن انا ههدمك. تضحكي؟ مش عاجبك كلامي؟ لا، انا بضحك علشان حاجة تانية. زوزو العظيمة كوين اوف نايت على رأيك مرعوشة من حتة بنت مفعوصة جابتها من الشارع وعملتها على رأيك برضه. والنبي مش ده منظر يموت من الضحك يا مدام. انا يا بت ابقى مرعوشة عشانك؟ ده انا شفقانة عليك لانك لسه صغيرة. في السوق في حاجات كتير ما تعرفيهاش. اسمعي، انا مش بهزر دلوقتي، انا بقول لك اهو، اذا حاولتي تعملي مشروعك ده هدمرك. بعد الشر عنك اهو. والله العظيم انا انخطفت ساعه ما سمعت الخبر. يا شيخ لا اله الا الله، ده انت غلاوتك كبيره عندنا يا قطب بشكل. الله يكرمك انت. خليك زي ما انت، بلاش تتحرك عشان ما تتعبش. ما تفكرش انا تعبان من الضرب يا شيخ عبد مقصود. انا تعبان عشان خدوني غدر ولاد الهرمه دول. وطلعوا لك ازاي يا اخي وضربوك بالمطاوي دي؟ اصلهم كانوا داسته يا شيخ عبد مقصود. وعيال افريكان بقى الواحد فيهم قد الفل. اي والله عندك حق، دول فيهم ولدات الواحد فيهم يعرش على اوضه. هما مين دول؟ واللي خلق الخلق لما يكون عنتر ابن شداد ذات نفسه. لكن اللي غيظني انهم خدوني غدر. لكن ايه اصل الحكايه يا قط؟ ولا حاجه يا سيدي. انا قاعد انا والواد سعداوي بنشرب الشاي لا بينا ولا علينا. شويه ودول طبوا خير وابدا، يا يشربوا شاي معانا بالعافيه لا يضربونا. لا يخلصك كده. لا ما لهمش حق. واحد طلع لي المطوه، الدم غلي في عروقي ما استحملتش، رحت فايت فيهم، قمت شايل الكرسي وهافف واحد منهم مات. اللي بقيت اهف كرسي يموت، اهف ويموت، اهف ويموت. اخر فضل واحد قام جاي من ورايا غزاني بالمطوه وطلع يجري. ده الغز كله من قدام يا قط. ما هو جاي من ورايا وبعدين راح لفف لي من قدام. الحمد لله الحمد لله اللي جت سليمه يا قط. ايوه الحمد لله. ده اللي بيموتوه ملوش ديه. هما مين دول؟ طب الواد الافريقي اللي ضربني ده انا عارفه، ولما يكون في بيتهم في افريقيا لازم اجيبه، ولببت من ضربه هو والواد الافندي بتاع الكومباز. انا مش هموت الا لما اشرب من دمهم هما الاثنين. احمد ربنا يا قط. انت مش فاكر عمك مرعي مش ضربوه بالمطوه برضه زي اليومين دول ومات؟ غير شربك كبير وحافظك عشان خاطر العيال. اي والله ما حد قطع قلبي غير العيال. يا رتيبه قاعده في الدكانه ولا لا؟ امال دي بنت جدعه قوي يا قط. يا سلام، دي ستي ولا كل الستات، ربنا يصونها ويحفظها، دي تستاهل كل خير والله. قول لي يا قط، انتش عاوز حاجه يا ابني؟ عاوز سلامتك يا عم مخلوق. ما انتش عاوز فلوس يا قط؟ تشكر اخويا، ما انا شايلك لعوزه يا عبد مقصود. انا بتكلم جد مش عزومه مراكبيه. وانت عارف الحال عال وربنا مسهلها. ربنا يزيدك من نعيم الله. خد خلي دول معاك. ايه دول؟ دول 50 جنيه، يمكن تحتاج حاجه كده ولا كده. بس دول كتير قوي يا عبد مقصود. كتير ايه وبتاع ايه يا قط؟ يا راجل امسك، لو احتجت حاجه تانية ابقى قول لي. والنبي ده عبد المقصود بيعزك قوي يا قط. امال ده اخ بصحيح. ربنا يديم المعروف يا قط. الله ما يخليك. تقول له بقى يا مخلوف. قول له انت يا اخويا. انتوا بتتوشوشوا على ايه؟ ما تفهموني.